إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، يسعدنا أن نرحب بكم عبر إذاعة إرنا الدولية في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة الموافقة 19 من أبريل عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تظفر روسيا أخيرا بقاعدة على البحر الأحمر؟ وذلك من خلال استعراضنا لمقال الكاتب والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي نشر على موقع الجزيرة نت في 16 من أبريل الجاري. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. عائلات اللاجئين الإريتريين المحتجزين كرهائن في السودان تطلب المساعدة لمعرفة مصيرهم وإطلاق سراحهم من قبضة المسلحين. مؤتمر باريس لدعم السودان ودول جوار السودان يشهد غياب إريتريا وإفريقيا الوسطى. ومجلس الوزراء السوداني يعفي وزير الخارجية وواليي كسل والقضارف الواقعتين شرق البلاد ويستبدلهما بواليين عسكريين. كانت لكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في اتصال مع إذاعة إرنا، أفادت عائلات بعض اللاجئين الإريتريين الذين عبروا الحدود الأثيوبية إلى السودان في طريقهم إلى ليبيا بأنهم يتعرضون للتعذيب بعد اعتقالهم من مسلحين سودانيين. وقالت شقيقة أحد المعتقلين في اتصالها مع إذاعة إرنا إن شقيقها غادر أثيوبيا إلى السودان مع مجموعة من اللاجئين في طريقهم إلى ليبيا، وقالت إنها تفاجأت بمشاهدته وهو ينزل من السيارة كأسير حرب عبر الوسائط الإعلامية السودانية في 17 من أبريل الجاري، مؤكدة بأنهم لاجئون عاديون من إريتريا وأثيوبيا كانوا في رحلة هجرة. وأضافت أن بقية الأسرى المحتجزين مع شقيقها لاجئين ولهم أقارب في كندا والنرويج وأثيوبيا. وناشدت الإريتريين في الخارج والمجتمع الدولي للمساعدة في إطلاق سراحهم. وحتى الآن لا تعرف الجهة التي تحتجز اللاجئين الإريتريين، ما إذا كان الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع. هذا وتناشد إذاعة إرنا الدولية كل من لديه معلومات حول الإريتريين المحتجزين التواصل معها أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني newsroom@irna.org، وستمكنكم من التواصل مع العائلات التي تعاني من مخاوف جدية بسبب الغموض الذي يكتنف مصير أبنائها. شاركت دول الجوار السوداني في مؤتمر باريس حول السودان الاثنين الماضي باستثناء إريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى. وشهد المؤتمر مشاركة وزراء خارجية أثيوبيا ومصر وليبيا وتشاد وجنوب السودان، بينما تمت دعوة وزراء خارجية جيبوتي وكينيا كأصدقاء وأعضاء ناشطين في الإيجاد. وعقد وزراء خارجية دول القرن الإفريقي على هامش المؤتمر اجتماعات ثنائية مختلفة ركزت على القضايا الإقليمية. هذا ولم توضح فرنسا سبب استبعاد إريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى من حضور المؤتمر الإنساني الذي تعهد فيه المانحون بتقديم أكثر من $2 كمساعدات إنسانية للسودان ودول الجوار السوداني التي تعاني ضغوطا بسبب الحرب. هذا وشارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا والنرويج والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية إيجاد وممثلي المنظمات الدولية. من جهة ثانية، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس بينو يوم الأربعاء
أن التبرعات المالية التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر باريس لدعم السودان هذا الأسبوع ستستخدم في المجال الإنساني فقط لصالح السودانيين والدول المجاورة، مؤكدا على عدم التعامل مع الأطراف المتحاربة. وقال إن هذه المساعدات سيتم توزيعها من خلال الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، مشددا على عدم التعامل في هذا السدد مع أي طرف من الأطراف الحكومية أو الأطراف المتحاربة. هذا وينتظر أكثر من 24 ألف شخص في السودان الإغاثة بسبب الصراع الذي اندلع قبل عام وأوصل البلاد إلى حافة المجاعة. في مستجدات الوضع السوداني، قرر مجلس الوزراء الأربعاء إنهاء تكليف وزير الخارجية علي الصادق وواليي كسل والقضارف الواقعتين في شرق البلاد. وكان علي الصادق كلف بمنصب وزير الخارجية في 28 من أكتوبر عام 2021 بعد أسبوع من الانقلاب العسكري الذي نفذه قائدا الجيش وقوات الدعم السريع، حيث شغل قبل ذلك منصبي المتحدث الرسمي ووكيل وزارة الخارجية. وأعفى وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين الوزير علي الصادق من مهام وزير الخارجية، وجرى تكليف وكيل الوزارة الحالي حسين عوض محمد بمنصب الوزير، والذي كان يشغل منصب القائم بأعمال وكيل الوزارة منذ نهاية العام السابق. كما كان سفيرا لبلاده في أوغندا ومندوبا لدى منظمة الكوميسا، علاوة على عمله دبلوماسيا في عدد من سفارات السودان في الخارج. ووفقا لموقع سودان تريبيون، شمل القرار الوزاري تكليف اللواء متقاعد محمد أحمد حسن الشهير بود الشوك بمنصب والي ولاية القضارف، وتكليف اللواء متقاعد الصادق محمد بمنصب والي ولاية كسلا. وتأتي هذه الإعفاءات الجديدة في وقت ذكرت فيه الأنباء حشد طرفي الصراع قواتهما في مناطق متفرقة من البلاد، استعدادا لجولة جديدة من المعارك التي دخلت عامها الثاني دون حسمها من أي طرف من أطراف الصراع. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تظفر روسيا أخيرا بقاعدة على البحر الأحمر؟ وذلك من خلال استعراضنا لمقال الكاتب والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي نشر على موقع الجزيرة نت في 16 من أبريل الجاري. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. تابعنا في الأسابيع الماضية الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام بخصوص وصول الفرقاطات الروسية إلى البحر الأحمر، الذي يكاد يختنق بوجود القطع الحربية من هنا وهناك بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة عقب 7 من أكتوبر الماضي، فضلا عن القواعد العسكرية المتمركزة فيه منذ فترة طويلة. ومن ضمن ما جاء في الأخبار أن الفرقاطة الروسية مارشال شابشنيكوف رست في ميناء مصوع الإريتري، وأجريت لها مراسم احتفال من قبل البحرية الإريترية. وأفادت الأنباء حينها أن رسو الفرقاطة في ميناء مصوع الإريتري كان ضمن احتفال البلدين أي إريتريا وروسيا بمرور 30 عاما على العلاقات الإريترية الروسية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد قام الوفد الروسي برئاسة نائب قائد البحرية الروسية فلاديمير كاستنوف بجولات ميدانية على الساحل الإريتري، شملت مطار مصوع وميناء عصب وجزر حالب ونخرة ومناطق قلعلو وطيعو وعدي وحسمت وحارات ومرسى قلبوب. وبحسب ما ذكر الإعلام الإريتري، فقد رافق الوفد الروسي رئيس هيئة الأركان للقوات الإريترية الجنرال فيلبوس والديهانس وكبار الضباط في قوات الدفاع الإريترية. وقال الإعلام الإريتري حينها إن الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتعميق وخلق بيئة مواتية للعلاقات بين إريتريا والاتحاد الروسي في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة والموارد البحرية والعسكرية والتنمية وغيرها. وأيا كانت النعوت والأوصاف التي وصفت بها هذه الزيارة، فإنها لا يمكن أن تخفي الأطماع والرغبة الجامحة لدى الروس في الحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر أسوة بغيرها من الدول العظمى،
لا سيما وأن روسيا كان لها حضور قوي في البحر الأحمر ضمن ما يعرف بالاتحاد السوفيتي أثناء الحقبة الشيوعية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، نتيجة للعلاقات القوية التي كانت تربطها بنظام الدرك في أثيوبيا وسياد بري في الصومال، وذلك قبل أن يتلاشى هذا الحضور بتحرير إريتريا عن أثيوبيا واستقلالها عنها فيما بعد في العام 1993. ومن الشواهد الدالة على الرغبة الروسية في البحر الأحمر التفاهمات التي قامت بها روسيا مع نظام الإنقاذ في السودان، والتي لم يكتب لها النجاح بعد سقوط نظام البشير. فهل ستجد روسيا ضالتها المنشودة في إريتريا للحصول على قاعدة بحرية؟ حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، نستعرض لكم اليوم مقالا للكاتب والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي نشر على موقع الجزيرة نت في 16 من أبريل الجاري بعنوان: هل تظفر روسيا أخيرا بقاعدة على البحر الأحمر؟ نتابع سويا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. يستهل الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر محمد علي المقال بقوله: لطالما راود حلم الوصول إلى المياه الدافئة سادة الكرملين على تقلبات النظم السياسية التي حكمت روسيا، وفي عهد الرئيس فلاديمير بوتين تعمل موسكو لإعادة الإمساك لأول مرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بهذا الطموح العابر للقرون. وفي هذا السياق أعلن السفير الروسي في إريتريا إيغور موزغو في أواخر مارس آذار عام 2023 عقد مناورات بحرية تشارك فيها الفرقاطة الروسية المارشال شابتشنيكوف مع البحرية الإريترية، معيدا إلى الأضواء جهود بلاده المتواصلة خلال السنوات الماضية للحصول على موطئ قدم على شاطئ البحر الأحمر. ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014 مثل خطوة نحو إثبات حضورها كأحد اللاعبين الأساسيين على الساحة الدولية. ويستطرد عبد القادر محمد علي قائلا: لا يمكن عزل التوجه الروسي عن الأهمية الفائقة التي اكتسبها الشريان المائي الضيق، ويلخصها تقرير أعدته لجنة من الكونغرس الأمريكي بين القيمة الاستراتيجية لموقع النفوذ والتأثير اللذين يتراكمان لأي جهات خارجية قادرة على السيطرة على البحر الأحمر أو إدارته، ستتصاعد في ضوء التطورات الجيوقتصادية الأوسع نطاقا، وفي ظل حقيقة أن النفوذ التجاري وكذلك السياسي والأمني يتم التنازع عليه داخل المناطق التي يربطها البحر الأحمر، أي المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. كما تذهب بعض الدراسات إلى أن رغبة موسكو في الحصول على موطئ قدم على شاطئ البحر الأحمر تمثل مظهرا من مظاهر رؤية روسيا لنفسها كقوة دولية، حيث مثل ضمها لشبه جزيرة القرم في العام 2014 منعطفا في الانتقال خطوة إلى الأمام بسياستها الخارجية نحو إثبات حضورها كأحد اللاعبين الأساسيين على الساحة الدولية. تلا ذلك بعد عام تدخلها العسكري في سوريا الذي غير مسار الحرب في البلاد وأبرز قوة روسيا في الشرق الأوسط. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض فيه اليوم مقال للكاتب والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي جاء تحت عنوان: هل تظفر روسيا أخيرا بقاعدة على البحر الأحمر؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. من جانب آخر تتزايد حساسية هذا البحر بالنسبة لموسكو مع توجهها للانفتاح الكبير على الأسواق الآسيوية لتجاوز آثار العقوبات التي فرضتها المنظومة الغربية عليها بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، حيث يعد البحر الأحمر معبرا حيويا لصادراتها من الطاقة، إذ شكل النفط الروسي 74% من حركة هذه المادة الحيوية المتجهة جنوبا عبر قناة السويس في النصف الأول من العام 2023 ارتفاعا من 30% عام 2021. وفي عنوان فرع خارطة جيبوتي واليمن يقول عبد القادر محمد علي: ومع تحول البحر الأحمر إلى ساحة للتنافس الدولي، تموقعت في جنوبه الإفريقي قواعد لقوى مختلفة كالولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان،
وهكذا دخلت روسيا هذا السباق متأخرة، حيث توجهت موسكو إلى صنعاء أولا مع تصريح رئيس الاتحاد الروسي سيرجي ميرونوف في أكتوبر من العام 2008 أنه لا يستبعد ظهور قاعدة روسية في اليمن، مؤكدا المرحلية في تحقيق هذا الهدف. غير أن الأحداث كانت أسرع من الصبر الروسي، حيث اندلعت ثورة فبراير بعد قرابة عامين وعصفت تداعياتها باليمن وبالحلم الروسي معه، فكانت جيبوتي المحطة التالية للقطار الروسي، مع شروع الطرفين في محادثات لتمهيد الطريق لاستضافة البلد ذي الموقع الجيوسياسي الحساس لقاعدة موسكو العسكرية المنشودة على شاطئ البحر الأحمر في عامي 2012 و2013. ووفقا لصحيفة كوميرسانت الروسية، فإن مخططات موسكو تضمنت الوصول إلى الشاطئ وبناء رصيف بحري تابع للقاعدة. غير أن الغضب الأمريكي من الاجتياح الروسي لأوكرانيا عام 2014 دفع الولايات المتحدة إلى تشديد الضغوط على جيبوتي للحيلولة دون إتمام هذه الصفقة، وهو ما أدى بالفعل إلى تقويضها في النهاية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض فيه اليوم مقالا للكاتب والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي جاء تحت عنوان: هل تظفر روسيا أخيرا بقاعدة على البحر الأحمر؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويقول عبد القادر محمد علي تحت عنوان فرع المغامرة الروسية في السودان: رغم ورود تقارير عن عرض لم يكتب له النجاح من جانب إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستضافة قاعدة عسكرية روسية مقابل اعتراف الأخير به عام 2017، فإن مغامرة موسكو في السودان قاربت النجاح، حيث فاجأ الرئيس السوداني السابق عمر البشير مضيفه الروسي فلاديمير بوتين بعرضه مقترحا لاستضافة بلاده مركز دعم لوجستي لروسيا على الشاطئ السوداني في قمة جمعتهما بمنتجع سوتشي الروسي في نوفمبر من العام 2017. وحينها علل البشير هذا المقترح برغبته في حماية السودان من التصرفات العدائية الأمريكية، وهو ما حول بلاده بالفعل إلى بؤرة تنافس حاد اشتعلت بعد رحيله مع إصدار بوتين قرار الشروع في بناء مركز لوجستي روسي في ولاية البحر الأحمر السودانية في ديسمبر عام 2020 إثر إعلان توقيع اتفاقية مع الجانب السوداني. وتذهب بعد الدراسات إلى أن الرغبة في إنشاء هذا المركز تأتي في سياق انتشار موسكو البحري وإنشاء سلسلة من نقاط الدعم لقواتها البحرية، بدءا من ميناء سيفاستوبول على البحر الأسود، مرورا بالقاعدة البحرية في طرسوس، وانتهاء بالمركز المخطط له في بورسودان. كما أن هذه القاعدة كانت ستوفر لروسيا مدخلا إلى المحيط الهندي الذي تزداد أهميته الاستراتيجية، وقد صنفته العقيدة البحرية الروسية عام 2015 بأنه منطقة تتمتع بالأولوية، إلى جانب تشكيلها منصة لجمع المعلومات الاستخبارية لمراقبة أنشطة القوى المنافسة لموسكو في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية كالقوات الأمريكية والصينية والفرنسية. هذه الحساسية التي تمثلها الخطوة الروسية لم تغب عن صانع القرار في واشنطن، حيث كان لهذه القاعدة أن ترسخ الوجود الروسي في السودان بشقيه الاقتصادي والعسكري، والذي يمثل مدخلا آخر لموسكو إلى القارة السمراء. وكذلك فإنه سيدعم السردية الروسية حول كونها شريكا أمينا وموثوقا بالنظر إلى تجاربها في منطقة الساحل على سبيل المثال. وهكذا وضعت القيادة العسكرية للجيش الأمريكي في إفريقيا أفريكوم الحيلولة دون إكمال مشروع القاعدة الروسية في السودان ضمن أهم 4 أولويات على أجندتها، وفق تصريح لقائدها في العام 2021. ويستطرد عبد القادر محمد علي قائلا: وبذلك دخل مشروع القاعدة في متاهة من التصريحات التي أحاطت مستقبله بكثير من الغموض نتيجة لتكثيف واشنطن جهودها لتقويضه. وكان أبرز هذه التصريحات إعلان رئيس الأركان السوداني محمد عثمان الحسين في يونيو حزيران عام 2021 شروع الخرطوم في مراجعة اتفاقية بناء القاعدة، وأن الاتفاقية إن لم تعرض على المجلس التشريعي السوداني فهي غير ملزمة، وذلك قبل أن تهدد التطورات اللاحقة في بلاد النيلين الحلم الروسي ومستقبل السودان برمته. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض فيه اليوم مقالا للكاتب والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي جاء تحت عنوان: هل تظفر روسيا أخيرا بقاعدة على البحر الأحمر؟
فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وحول جعل إريتريا الأمل الأخير لروسيا في تحقيق رغبتها في تملك قاعدة عسكرية، يقول الصحفي والمحلل السياسي الإريتري عبد القادر محمد علي: بعد هذه الرحلة الطويلة من الإخفاق الروسي يحمل الخيار الإريتري بعضا من الأمل للكرملين، إذ سبق لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أعلن في عام 2018 عن خطط لبناء مركز لوجستي عسكري في إريتريا، وهو ما أعيد إحياؤه مرة أخرى عام 2021 بتصريحات سفير أسمر في موسكو بطرس أجاي، التي أعلن فيها أن بلاده لا تعارض استضافة هذا المركز على أراضيها. تلا ذلك في يناير كانون الثاني عام 2023 توقيع اتفاق توأمة بين مدينتي مصوع الإريترية وستيفاستوبول التي تضم مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم، قبل أن تزور الفرقاطة الروسية شابتشنيكوف الميناء الإريتري في ربيع العام 2024 لإجراء مناورات مع البحرية الإريترية. وبالإضافة إلى اشتراك إريتريا مع السودان في المميزات التي يوفرها السودان، تتمتع إريتريا بكون شاطئها شديد القرب من باب المندب ومن بداية الطريق إلى المحيط الهندي، كما أنها مجاورة لجيبوتي التي تعج بالقواعد الأجنبية، مما يسهل العمل الاستخباراتي الروسي حول نشاط هذه الدول في المنطقة، بجانب القرب من منابع النفط في شبه الجزيرة العربية. ومن جهة أخرى فالنظام الحاكم في إريتريا قادر على تنفيذ أو فرض أي اتفاقية نتيجة غياب أي نوع من المعارضة السياسية أو قوى المجتمع المدني القادرة على مساءلة الحكومة حول هذا النوع من القرارات. كما أن العلاقات بين موسكو وأسمرا تمتد عبر مروحة واسعة من القطاعات، تبدأ من التعاون العسكري ولا تنتهي بالسياسة الدولية والرؤية المشتركة لعالم جديد متعدد الأقطاب، والإيمان بوجود مؤامرة غربية تستهدف البلدين وتستدعي تاريخا طويلا من العداء والمكائد، كما تجلى ذلك في خطاب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي في زيارته للعاصمة الروسية في مايو عام 2023. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض فيه اليوم مقالا للكاتب والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي، والذي جاء تحت عنوان: هل تظفر روسيا أخيرا بقاعدة على البحر الأحمر؟ فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ثم يتحدث الكاتب بعد ذلك عن المحاذير والعوائق لإنشاء قاعدة عسكرية روسية على الشاطئ الإريتري قائلا: غير أن الوصول إلى لحظة الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية روسية على الشاطئ الإريتري يخضع لاعتبارات عديدة من الطرفين، فمنح أسمر موطئ قدم لروسيا في هذا الموقع الحساس يعني دخولها الكامل في الفلك المعادي لواشنطن، مع كل ما قد يترتب على ذلك من ردود فعل أمريكية. كما أن التجربة التاريخية أثبتت أن أسمر تلجأ إلى خيارات القواعد الأجنبية عند شعورها بالتهديد الشديد، حيث عرضت على واشنطن استضافة هذه المنشأة كوسيلة لحمايتها بعد حربها الضروس مع أثيوبيا التي استمرت في الفترة من العام 1998 إلى العام 2000، في حين كانت استضافتها للقاعدة الإماراتية عام 2015 في لحظة اشتداد الخناق عليها نتيجة الضغوط الغربية وتربص أديس أبابا لتآكل النظام الإريتري من الداخل وإنهياره بفضل العقوبات. وهكذا ترى ورقة صادرة عن مركز الجزيرة للدراسات أن التصريح الإريتري المرحب بالقاعدة الروسية صدر في ذروة الضغوط الغربية على أسمرة على خلفية موقفها من حرب التيغراي، في حين يبدو تطور العلاقات الروسية الإريترية مؤخرا ورقة تلوح بها أسمرة في وجه أثيوبيا التي بلغت العلاقات معها قدرا كبيرا من التوتر نتيجة المطالبات الأثيوبية بمنفذ سيادي على البحر الأحمر. كما يرى محللون سياسيون أن إريتريا تقوم بمناورات للضغط على واشنطن سعيا وراء دفعها أثيوبيا إلى ترسيم حدودها مع إريتريا وفق اتفاقية الجزائر وحكم محكمة العدل الدولية بين الطرفين، والذي لا يزال يشكل عدم تطبيقه قنبلة قابلة للانفجار في أي لحظة بين البلدين. وفي المقابل تبدو موسكو رغم احتفائها بالعلاقة مع إريتريا متخوفة من سياسات أسمرة القائمة على الاستفادة من تناقضات القوى المختلفة، مما وسم تحالفاتها بالتكتيكية والقابلة للتغيير كما شهده الواقع السياسي للمنطقة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وبينما يفترض الدخول في شراكة استراتيجية من هذا النوع الاستدامة، يشير عدد من المراقبين الإريتريين إلى أن مستقبل البلاد تلفه المخاوف من عدم الاستقرار تبعا لعدم وجود أي آليات واضحة لترتيبات انتقال السلطة في حال غياب الرئيس إسياس أفورقي عن المشهد نتيجة التجميد المستديم للبرلمان وللعمل بمسودة الدستور منذ عقدين ونصف العقد. ويختم عبد القادر محمد علي المقال بقوله: وهكذا يبدو تحقق طموحات موسكو ببناء قاعدة على شاطئ البحر الأحمر جزءا من معادلة معقدة يتشابك فيها الواقع السياسي المحلي وصراعات القوى الإقليمية وتنافس دولي تزداد حدته وتتشكل ملامحه المستقبلية في واقع ما بعد الحرب على غزة، مما ينذر بمزيد من العواصف التي تنتظر السفينة الروسية قبل الرسو في المياه الدافئة. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. عائلات اللاجئين الإريتريين المحتجزين كرهائن في السودان تطلب المساعدة لمعرفة مصيرهم وإطلاق سراحهم من قبضة المسلحين. مؤتمر باريس لدعم السودان ودول جوار السودان يشهد غياب إريتريا وإفريقيا الوسطى. ومجلس الوزراء السوداني يعفي وزير الخارجية وواليي كسل والقضارف الواقعتين شرق البلاد ويستبدلهما بواليين عسكريين. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.